خلو الله يعطي أهلي ألف مليون عافية. خلو بالنسبة لتعليقاتكم اللي بتصلني اللي مضمونها إنه اترك الملك لحاله والأمير بالسنتيانات وأم الديسك اتركهم بحالهم، لا تحكي عليهم، أنت طلعت من الأردن خلص كفي، انتبه لحالك، شؤونك، الأمور هاي. اسمعوا بدي أقول لكم هالسالفة يا خلو. الموضوع اللي بيني وبين الملك والاستخبارات والجيش والأمور اللي مريت بيها والحياة والطفر والجوع ما هو شخصي، هي موضوع يلامس كل مواطن أردني، تمام؟ مش موضوع شخصي بيني وبين عبد الله، وعبد الله يعرفني ولا يعرفك أنت ولا يعرف فلان وعلنتان، ها؟ يا عبد الله ما يتشرب بيكوا عشان يناسبكوا أو ينطيكوا وتاخذوا منه. ده بجوز بناته للغرب وولده برضه للغرب، أما إنه أنتوا تصيروا نسب إله يعني ما يتشرب بيكوا، فهمتوا علي؟ عشان ألخصها لكم هاي كليات الزبدة. ثانيا، إذا أنت مواطن تنسى أنا ما أنسى. إذا أنت تنسى فاتورة الكهرباء لما تنقطع الكهرباء عليك أنا زلمة ما أنسى. فاتورة المية إذا تنقطع عليك أنا زلمة ما أنسى. إذا أنت تنسى الجوع أنا ما أنسى. إذا أنت تنسى الخذلان أنا ما أنسى. إذا أنت تنسى الحرمان أنا زلمة ما أنسى. إذا أنت تنسى الخضوع والجوع والحرمان والركوع والعبودية والاستعباد للملك عبد الله أنا ما أنسى. إذا أنت تنسى الأمور اللي أنت مريت فيها بحياتك، فهمت علي، وأنت مواطن أردني ابن بلد وأصل البلد، أنا زلمة ما أنسى. إذا يعني أنا أمور مريت فيها من أيام الكلية أخذت معي 5 سنوات، مش إنه أنا إنسان مثلا بالعامية تيس، لا يا خلو، ما فيش مصاري، ما في مصروف، ما في رسوم، أباطح مباطحة وزي الأعرج، فهمتوا علي؟ كليتين فصلت منهم وراء الرسوم، ما مش قادر أكمل، نفسيتي تعبت، فهمت علي؟ آخر شيء وصلنا الخوارزمي، شغل يوميات من هان ومن هان، محل ألبسة لما تيسرت وربنا يسر بطريقي، أحمد مطير وعباد اللبداوي اللي كانوا يتكفلوا بمصروفي لما أصل كلية الخوارزمي بخلدة، أنزل على الصويلح ياخذوني بالتاكسي معهم يوصلوني، ولما أخلص محاضراتي استناهم ويركبوني معهم بهالتاكسي يوصلوني على الصويلح، وبعد ينطوني جار الطريق. عصلت والله اني صادق، لدرجة انه الدكتورة امال الله يرحمها برحمته، طلبت الرحمة والله يذكرها بالخير، هي بدار الحق الان، الله يرحمها، سألتني لما شافتني كثير اتأخر بعد ما خلص محاضراتي، يعني سألت منها لما كنا وصلها خبر ناقشتني، قلت لها يعني معيش اروح جار الطريق من احمد مطير والشباب واطلع معهم بالتاكسي. لما اخر شيء قالت استناني على الصاج الثاني يا ابو عباد، بس خلص المحاضرات بجي بوصلك على صويلح وارجع على كليتي، او تكون هي مخلصه تمام وتوصلني هي التوصيل على صويلح وتروح على بيتها، وانتهى الموضوع. فاللي مريت بيه انا كمواطن اردني ابن البلد، انت ما مريت بيه هذا. انت اذا ما يشهد الله تخرجت من الخوارزمي وانا نفسي اكل سندويشه البرجر تبعتكم هاي، والله ما اكلتها ولا قدرت اكلها، ما وصلت مواصيلها، فهمت علي يا خلو؟ الجوع وذل وحرمان ولعنة والدين. كنت عايش عكاسات القهوه اللي يجيب لي انا احمد مطير وعباد اللبداوي يا خلو، ولو جيت اقول لك ادفع مني انا انقطعت وقعدت بالكليه. فالموضوع مو شخصي. اذا انت تنسى يا خلو انا زلمه ما انسى العسكريه يا خلو، فهمت علي؟ تاكيد لموضوع انه انا بفضل الله يعني زلمه فهمان وعقلي يزن بلد. الكليه زي ما قلت اخذت معي 5 سنوات، درست بكالوريوس وماجستير لارضاء، مش لاثبت لنفسي لاني انا واثق من نفسي، لاثبت للناس انه الزلمه اللي قدامكم زلمه يفهم وعقله يزن بلد، بس الحاجه والحرمان والجوع والفقر هو اللي منعه، اللي خلاه بهالكليتين من المجتمع للقدس 5 سنوات، واخر شيء انفصلت، فهمت علي؟ وانا اتعكز من هان ومن هان، ميزه معي الحياه. اذا ما انساش احمد مطير وبعد اللبداوي لما كان يدخل على امتحانات وبطاقه الكليه لازم يكون عليها ختم من وراء، ختم انك دافع ماليه، فكانوا ما شاء الله يفوتوا يختموا ويقعدوا ويرموا لي بطاقتهم، واحد منهم يرمي لي بطاقه من الطابق الثاني وانا اتلقفها من تحت وادخل على امتحان، وبس ادخل اكون متاخر، ادخل اقلبها المراقب يشوف الختم وينطيني وقت الامتحان، فهمت؟ انا ما انسى. اذا انت تنسى يا خلو انا ما انسى، انا ما انسى. يعني وقفة الفلسطينية معي، والله جماعة البقع عراسي من فوق، يشهد الله اني صادق يا زلمه. تدروا يا زلمه انت علم فلسطين ما يرفع بالاردن، اي والله غير ارفعوا فوق روسكم يا ذايهين. فالموضوع مو شخصي. ما انسى يا زلمه المعامله السيئه بسجن الغباوي،
بالسجون العسكرية، الذل والاستعباد والحرمان. إذا ما كنا خدم للضباط المساجين، يعني أنا مسجون أفراد معي ضابط مسجون قضية كبيرة مخدرات وليرات، واحنا قضايانا تجاوز، طلقه طالعه من البندقيه، سويف تافهه، فهمت؟ ومتاخر وما متاخر، نايم على وظيفته. ما انسى انه احنا كنا خدم لهم، كنا ناكل اللقمه بسم هاري ونفوت ننظف الطاولات ونطلع، والضباط يفوتوا قبلنا. اذا ما كنا لما نمرض واحنا بالزنازين روحنا تطلع عشان نطلع العياده، بينما الضابط يطلع وقت ما بده ويجي وقت ما بده، من احباب الله. ما انسى يا زلمه التفرقه هاي والعنصريه. ما انسى يا زلمه بنفس الزنزانه في غرفه تفتحها، هي تنفتح، هم يفتحوا لك اياها بالافراد، هم يفتحوا لك اياها، ما لها السقف عشان تشوف الشمس يا زلمه، عشان الرطوبه تطلع منك. هم عندهم فاتحه 24 ساعه، احنا يوم يومين بالاسبوع فقط يا خلو، فهمت علي؟ وساعه فقط، هم 24 ساعه فاتحه عندهم. الذل والاستعباد والعبوديه. اذا ما انسى الجامع اللي كان الجامع لله، لعباد الله، اللي كان بالسجن بس للضباط، واحنا نصلي بغرفنا يا زلمه، مسكر علينا يا زلمه، زنازينهم كانت فاتحه وزنازيننا مسكره. اذا انت تنسى يا خلوه، ما انسى سجن ماركا والاستعباد والضرب، زي الضرب اللي عانيناه بالسجون العسكريه، الضرب بسجن ماركا، والمخدرات اللي كان الضباط يبيعوها على شاويش الغرفه مبالغ وقدرها، وتنباع بالغرف، وغير الاغتصابات والتحرشات والضرب والتوصيات من حماة العرش على فلان وفلان وضربوهم ودعسوا عليهم. فالامور هاي خلوه، اذا انت تنساها انا ما انساها يا خلوه. فالموضوع ما هو شخصي. ما انسى لما كنت انام واصحى انا افكر بالمصروف يا زلمه، وانا افكر باللقمه اللي داكلها يا زلمه. 450 دينار لما كنت عسكري يا زلمه، هي انه قلتهن واحد شو تساوي؟ اي والله ما فت عمري فت على الدار ومعي فضيله. شو 450 يا زلمه يخلصن قبل ما يروحن. ها ما انسى يا زلمه لما كنت افوت على الكتيبه، اجلكم الله يجرحوني من رجلي يا زلمه عشان يدوروا تلفوني، ومر الضابط من عندي يعطوه تحيه. ما انسى لما كانوا يرجعوني بس لاني ثاني يوم ما حلقت لحيتي، حلقتها اليوم، ثاني يوم ما حلقتهاش واتخالف عليها، وكل المخالفات تتجمع وتروح لهذا الضباط، يعني اكلهم اذا كان اليوم كبسه من ورانا يصير منسف ولحمه بلديه، واذا فواكه تفاح وموز زهقوا يخالفونا ويجتهدوا ويقعدوا بين حالهم ويقولوا يا عم والله نادي الضباط اليوم رفاهيه سيئه، شو يا شباب بطلتوا تخالفوا الافراد؟ خلينا نخالفهم عشان مصاريهم ورواتبهم تتحول إنه ياكلوا يتبرتعوا يا خلو. اسال العساكر اذا انا كذاب اسالوهم يا مدنيين. فالموضوع مو شخصي. اذا انت تنسى يا خلو انا ما انسى، لا انسى الذل ولا الحرمان ولا الجوع ولا 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 يا زلمه، حياتي كلها مرمره بمرمره، مواطن اردني يا زلمه، زي يا زلمه غيري يداوم بسيارات مرفهه وغيري سايق يجيبه ويوديه، وكل فاسدين بالبلد العايشين الحيتان فقط. يا زلمه الاردن طبقتين، ما في يا زلمه دول العالم كلها 3 طبقات، الطبقه المرنه اللي هي ماسكه المجتمع، فهمتوا علي؟ راحت بالاردن. فتنسى يا خلو انا ما انسى، انا والله اذا بتعرف ما انسى لما محكمه السلط، لما جيت على رئيس محكمة السلط 3 أشهر وأنا رايح جاي، وجار الطريق من شخص ما بدي أذكر اسمه، الله يذكره بالخير عند رب العالمين، كنت أخذ جار الطريق منه وينطيني سيارته ويقول لي خلاص خلها معك بس وصلني على الدوام. 3 شهور وين ترجى فيهم التحقيق الجنائي، يقول لي ودينا ملفك وارجع على محكمة السلط تقول لي ملف مجاني، ورايح جاي. آخر شيء قالت لي طفع الكيل، قلت لها بس يعني خلصيني أنا منها مش طالع، ما ظل معي، ما في مصاري، شو اساوي؟ بدي اشتغل، ماجستير معي، شغليني، اعطوني عدم محكوميه. اخر شيء قالت لي اسمع شفت قضيتك لا تامل خير انك تاخذ عدم محكوميه. قلت لها بدي طلب اخير بس. قالت شو طلبك؟ قلت بدي اكل خبز زيكم. قالت لي والله بالبلد هاي ما لك خبز. فيعني امورك منتهي يعني، هذا ملخص الهرج كله. وصلت؟ والله لا يقطعها من عاده، اجعلكم بالفالج دائرة المؤامرات والاستخبارات، ضباط الجيش والملك عبد الله وأم السنتيانة وأم الديسك وأبو كتف مخلوع، يجعلكم بالفالج المال علاج، لا بالأردن ولا بالخارج.